السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد الدرملي ودي حلقة جديدة من شغل جودة. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن المواد اللاصقة للسيراميك، واتكلمنا تحديدا عن النوع الأسمنتي أو المواد اللاصقة للسيراميك ذات الأساس الأسمنتي. النهاردة إن شاء الله هنستكمل كلامنا عن الأنواع الباقية. نروح بقى للنوع التاني اللي بيستخدم كمواد لاصقة للسيراميك، وهو المواد اللاصقة الجاهزة أو الديسبيرشن ادهيسيف. دي فكرتها ايه؟ عارف المعجون؟ هي نفس فكره المعجون الاسمنتي. هنا مش هتجيلك على هيئه شكاره وتخلطها بميه والقصه اللي احنا كنا بنتكلم فيها، لا، دي هتجيلك شبه البستله بتاعه المعجون. كل اللي انت بتعمله انك انت بتاخد من البستله دي وتدي بالسكينه على الحيطه وتشتغل بس كده. فهنا طبعا المكون بتاعها مختلف، لان الكلام ده ما بينفعش نعمله مع الحاجات اللي بالاساس اسمنتي. لا، الحاجات اللي من الاساس اسمنتي بتحتاج الميه، وبعد كده يا دوبك هي فتره زمنيه صغيره وتشك. انما في الحاله دي احنا بنتعامل مع حاجه اشبه بالمعجون. فهنا بيتكون من ايه؟ بيتكون من مستحلب مائي يحتوي على بوليمرات اكليريكيه. اكليريكيه دي شبه المعجون الاكليريك، نفس المكون، زائد مجموعه من الاضافات. اشكاله هي عباره عن بستله جاهزه فيها الماده شبه المعجون، لونها ابيض او كريمي برضو شبه المعجون. فالموضوع انت هنا اكنك بتتعامل مع بستله معجون. تمام. برضو ده طبعا رمزه دي. طبعا احنا اتكلمنا عن اللواصق الاسمنتيه بيبقى رمزها سي، سواء سي 1 او سي 2 بكل الانواع اللي احنا اتكلمنا عليها. احنا هنا بنتكلم عن اللواصق الجاهزه دي او اللي هي الاكليريكيه. دي بتبقى الرمز بتاعها دي. فعندنا ثلاث انواع فرعيه، عندنا دي 1 ودي 2 والتي اي. الدي 1 اللي هو لاصق داخلي للاستخدامات الاساسيه، الدي 2 محسن مقاوم للرطوبه والحراره، والتي اي مقاوم للانزلاق ووقت مفتوح اطول. يعني ايه الكلام اللي احنا قلناه؟ يعني احنا عندنا الدي 1 دي هنستخدمها في الاماكن الداخليه بس، سواء احنا بنتكلم عن حمام، عن مطبخ، عن اي حاجه مقفوله، مش اماكن خارجيه. الدي 2 محسن لو احنا بنستخدم حاجه، لو احنا او الحاجه اللي احنا هنشتغل فيها بتتعرض لرطوبه عاليه او بتتعرض لحراره او احتمال تتعرض لحراره، فاحنا في الحاله دي هنستخدم الدي 2. التي اي اللي هو المقاوم للانزلاق، يبقى احنا كده بنرجع لنفس اللي قلناه هناك، ان هي في الحاله دي ده معناها ان هي قوه الالتصاق بتاعتها اعلى، فهتستحمل بلاطه ذات وزن اقوى. تمام. وقت مفتوح اطول، يعني هنا زمن الشك بتاعها اعلى او زمن التصلب بتاعها اعلى، فبتديك وقت اطول انك انت تشتغل. طب النوع ده مناسب لايه؟ يعني انا امتى اقدر اقول ان انا هشتغل بالنوع ده؟ عندنا ده بنستخدمه في الجدران الداخليه فقط، بنستخدمه في السيراميك المتوسط والصغير، يعني ما نجيش بلاطه اللي هي 90 في 60 مش هتشتغل معانا. تمام. وفي الاسطح الجافه والنظيفه زي الجبسون بورد، وفي البياض. تمام. مميزاتها ايه؟ مميزات طبعا مش هتحتاج لخلط، لان زي ما قلنا هي بستله جاهزه. تمام. سهل التوزيع طبعا، انت اكيد عارف قوام المعجون بيبقى شكله عامل ازاي، فالموضوع بيبقى سهل جدا. الميزه الثالثه ليها ان هي ما بيحصل لهاش انكماش، وده معناه ان مش هيحصل اي كراكات في الماده. تمام. ايه العيوب بتاعتها؟ اللي هي العيب الاولاني ان هي غير مناسبه للارضيات. الحاجة التانية غير مقاومة للماء لفترات طويلة، يعني ما ينفعش نستخدمها مثلا في أرضية حمام سباحة أو في أرضية الحمام نفسها، هي أصلا غير مناسبة للأرضيات عموما. إنما مش هينفع نستخدمها في حاجة هتكون معرضة للمية بشكل دايم. تالت نوع عندنا هو هو مش هو الأشهر، هو الأقوى وهو الأكثر تكلفة، وهو اللاصق الإيبوكسي، واللي طبعا بيبقى رمزه R. بيتكون من إيه؟ بيتكون من مادتين، راتنج ايبوكسي زائد المصلب. طبعا اكيد كلنا قابلنا منتجات ايبوكسيه قبل كده، وكلها تقريبا بتتكون من نفس الموضوع ده. هي عباره عن مادتين او ازازتين او قارورتين او بستلتين، واحده بيبقى فيها الراتنج الايبوكسي او الراتنج الايبوكسي، والتانيه بيبقى فيها المصلب بتاعه. دي بنستخدم عندنا مواد شبيهه ليها برضو ايبوكسيه زي اللي بنستخدمها في ربط الخرسانه وغيرها، وكلها هتلاقيها بتتكون من نفس المادتين دول. طبعا ما فيهاش ولا ميه ولا اسمنت. يعني احنا النوع الاولاني كنا بنضيف له ميه، النوع الثاني مش بنضيف له ميه، والنوع الثالث برضه مش بنضيف له ميه. تمام. اشكاله هو عباره عن عبوتين منفصلتين يتم خلطهما يدويا بنسب دقيقه. هنا بقى ده الموضوع
في المواد الايبوكسيه الموضوع ده كبير جدا، ان احنا في المواد الايبوكسيه لازم اللي يشتغل بالمواد الايبوكسيه يكون صايع ايبوكسي، لازم يبقى صنايعي ايبوكسي، لان الموضوع ده النسب لو باظت منه الشغل يبوظ، لو سابها فتره تبوظ، لو استخدمها بسرعه تبوظ، فلازم يبقى راجل محترف شغل بالايبوكسي. بتتقسم لانواع ايه؟ عندنا الار 1 والار 2. الار 1 اعداد سريع وفي الاستخدامات الاساسيه. الار 2 اداء عالي، مقاومه كيميائيه ومائيه عاليه جدا. تمام. هو مناسب لايه في استخداماته؟ طبعا بيستخدم في المسابح او في حمامات السباحه يعني، والمستشفيات والمصانع، والبلاطات الزجاجيه اللي هي غير المصه، ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه، في بلاطات بيبقى معامل الامتصاص بتاعها زيرو. وفي الاماكن المعرضه للزيوت والشحوم والمواد الكيميائيه، يعني احنا كده من الاخر الموضوع ده مودينا للمنشآت الصناعيه، مصانع وغيرها من الحاجات اللي بيبقى فيها سبيشال كيس. انت لو رحت اشتغلت مثلا في سب ستيشن او في محطه كهرباء، هتلاقي الغرف زي الباتري روم اللي بنعملها ببلاطات السرناجه. في بلاطات السرناجه غالبا ما بيتم اصلا، هي اصلا بنستخدمها في الاماكن اللي بيبقى فيها كيميكال، فمن الطبيعي ان احنا بنلزق بلاطات السرناجه بمواد ايبوكسيه عشان تكون حتى الماده اللاصقه للبلاطه نفسها ليها نفس الخصائص، ان هي مقاومه للمواد الكيميائيه. مميزاتها ايه؟ مقاومه عاليه جدا للماء والكيماويات، التصاق قوي، ومرونه عاليه في التشغيل. عيوبها طبعا مكلفه جدا، وقت العمل محدود. وكلمة وقت العمل محدود دي مقصود بيها ان احنا بنفرد المادة الإيبوكسية ولازم نشتغل بالبلاط على طول، مش هنفضل سايبينها شوية زي مثلا المواد الأسمنتية ونحط البلاطة ونشيل البلاطة وظبط لي وزنة البلاطة، لا فك لي صف البلاط ده ونرجع نشتغل عليه تاني. ده ما بيحصلش في المواد الإيبوكسية، انت حطيت البلاطة، انت لبست البلاطة على الحيطة. طبعا واهم حاجه ان هو بيتطلب فنيين او مهره، يعني من الاخر صنايعيه جامدين. اولا الماده غاليه ما ينفعش نهدر فيها، ثانيا الزمن بتاع الشك بتاعها، تهديرها، كل الكلام ده، فبتحتاج صنايعي صايع بيخش يفرتك الشغلانه، عشان الموضوع ده بيبقى معقد جدا. هسيب لكم ان شاء الله جدول كده فيه مقارنه ما بين كل الانواع اللي احنا ذكرناها، وكمان موجود فيه من ضمن المقارنه اللي هو الشغل بالمونه الاسمنتيه العاديه. طبعا خلينا عارفين ان يعني بما ان احنا بنتكلم عن مواد لاصقه، فاحنا طبعا لازم الحاجات دي تبقى متمحره، سواء حوائط بتبقى متمحره، سواء ارضيه مصبوب لها سكريد وممسوسه بشكل كويس جدا ومتوزنه 100%، لان كل المواد اللي احنا ذكرناها دي فكره ان احنا نعمل بيها تربيات عشان نوزن الارضيه ونظبطها، ده كلام طبعا مش حقيقي تماما. ولو حصل انك انت زودت في تخانه الماده، فخليك عارف انك انت كده خسرت اي من خصائصها، سواء كقوه، سواء ان هي ما يحصلش فيها شروخ، لان هي مصممه ان هي بتدي تخانه معينه. وطبعا حضرتك ممكن تقدر تعرف التخانه اللي بتديها اي ماده من خلال الداتا شيت بتاعتها. هتلاقوا الجدول ان شاء الله على قناه التليجرام في المقارنه ما بين كل الانواع. طب انت بقى، احنا بنستخدم اصلا المونه العاديه. المونه العاديه بنستخدمها لما يكون البلاط تقيل جدا، واشهر حاجه ممكن نضرب بيها مثال للموضوع ده هو مثلا البلاط الموزايكو. اصل انا بلاط موزايكو هشتغل معاه ماده لزق ليه؟ وهصب له سكريد والزقه فوق السكريد ليه؟ ده كلام مش منطقي اصلا، يعني ليه اعمل كده؟ فعندنا لما بيكون حجم البلاطه كبير او تقيله، وفي الاماكن الخارجيه المعرضه للحراره، زي ما احنا دايما مثلا هنكمل في كلامنا عن الموزايكو، احنا مثلا دايما بنستخدم الموزايكو في تشطيب الروف او في تشطيب السطح. تمام. وطبعا يعني اخر سبب وهو اهم سبب في الحقيقه هيخلينا نستخدم المونه الاسمنتيه هي التكلفه. فلو انت بادجت المشروع بتاعك وتوصيفه، بادجت المشروع قليل وهو توصيفه بيقول ماده او بيقول مونه اسمنتيه، فيبقى خلاص هي مونه اسمنتيه، لان طبعا البادجت يفرق. انت النهارده حتى لو رحت لاقل المواد اللي احنا اتكلمنا عليها، مثلا السيمنتيشن سي 1، فهو اكيد اغلى من المونه الاسمنتيه. ففي حاله ان البادجت محدود، سواء انت بتشطب شقتك او انت شغال في مشروع، لو البادجت محدود والتوصيف حتى لو مش واضح، فانت تروح للمونه الاسمنتيه، اكيد هيكون افضل. بنستخدمها كمان في ايه؟ لو السطح مش مستوي. احنا كل اللي احنا اتكلمنا فيه ان من الخصائص او من الاساسيات ان احنا لازم يبقى السطح مستوي، عشان مش هنعرف نعمل تربيات بكل المواد اللاصقه. ايه الحاجه الوحيده اللي ممكن تقدر تعمل بيها تربيات؟ المونه الاسمنتيه. المونه الاسمنتيه الموضوع في ايدك، انت معاك من
من الزيرو لل 3 4 5 سم تقدر تلم الكلام ده كله، وان شاء الله الدنيا تمشي معاك تمام ما فيهاش مشكله. بس كده. انا يعني مش عارف، يا رب يكون الكلام اللي انا قلته ده يعني يكون يقدم جديد لاي حد من الزملاء. ممكن الشرح ما يكونش افضل حاجه بالنسبه للبعض، بس يعني انا بحاول اني اوصل المعلومه قدر الامكان بشكل مناسب للجميع، ودينا عرفنا كل الانواع اللي موجوده في السوق بكل اشكالها بكل انواعها. احنا غالبا هتلاقي دايما شغلك ما بين انك انت بتستخدم المونه الاسمنتيه، وفي احسن الاحوال هتلاقي نفسك بتستخدم ماده لاصقه اسمنتيه سي 1. يعني ما اعتقدش من النوادر انك انت تقابل بقيه الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها دي الا في حالات سبيشال، زي ما بقول لك ان احنا بنشتغل على اسمه ايه ده، على مثلا سورنوجا في باتري روم او في غيره، فهتلاقي نفسك بقى هتروح ايه لبنود تانية وتبدا تشوفها. انا ما اشتغلتش بصراحه اللي هي الماده اللي شبه المعجون دي، انا ما عدتش عليا، انما هي من ضمن الانواع اللي في ناس كتيره غيري بيشتغلوا بيها، انا ما عنديش فيها خبره كبيره. وبس كده، يا رب اكون وفقت في الحلقة دي. وما تنسوش متابعة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى التليجرام وعلى لينكدين وعلى التيك توك. تقريبا احنا دلوقتي موجودين على كل منصات السوشيال ميديا، وندعي لاخواتنا بالنصر والتمكين. وما تنسوش المقاطعة، وإن كانت هي مش حاجة كبيرة، وإن كانت هي أنا بعتبره شيء شخصي مش شيء أنا بخدمهم بيه. ده بالعكس، انا بحس ان انا يا دوبك بنقى بنفسي عن المشاركه، انما انا مش بساعدهم. المساعده مش في المقاطعه، هي المقاطعه دي انت اللي بتحس انك انت آه، بتخدم نفسك بيها مش بتخدمهم. عدوهم هو عدونا. بس كده. انا محمد الدرملي، ودي كانت حلقه جديده من شغل جوده، سلسله حكايه موقع. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.